السلام عليكم. في الفيديو ده بقى هنجمع كل اللي احنا اتعلمناه عن الشبكات في سايبر سيكيورتي ونشوف الصورة دي اللي بتلخص كل حاجة، والصورة دي هتخليك تفهم الشبكات بسهولة من أول الأجهزة لحد الإنترنت. الدائرة اللي فيها كذا كمبيوتر لان Local Area Network، يعني شبكة صغيرة موجودة في مكان واحد زي البيت أو الشركة. الأجهزة جوه الشبكة دي اسمها هوستس أو كلاينت، يعني المستخدمين اللي بيستخدموا الشبكة. الأجهزة دي متوصلة بجهاز اسمه سويتش، يعني تخيلوا كده كأن كل الناس في أوفيس صغير عايزين يشاركوا الملفات والطبعات بين بعض، ده اللي بيعمله اللان. دي حاجة للسويتش، المفتاح اللي يوصل الأجهزة. وظيفته بيعمل ايه؟ بيوصل كل الأجهزة ببعض، بيخلي الأجهزة في الشبكة تقدر تتكلم مع بعض مباشرة. يعني لو عايز ترسل ملف من كمبيوتر بتاعك لزميلك، السويتش بيضمن ان الملف يوصل بالظبط للجهاز الصح. تالت حاجة الراوتر، الخروج للإنترنت، ده الجهاز اللي بيخلي الشبكة تقدر تتصل بالإنترنت، بيربط اللان بالوان اللي هو الإنترنت. الراوتر ده زي الباب اللي بيخلي الشبكة بتاعتك الصغيرة تدخل على الإنترنت العالمي ده. رابع حاجة الوان، الشبكة الواسعة اللي هي الإنترنت، دي السحابة الكبيرة واسمها Wide Area Network. الشبكة دي كبيرة جدا وبتوصل بين شبكات مختلفة في أماكن مختلفة. الإنترنت اللي احنا بنستخدمه كل يوم هو الوان، بيخلي كل الشبكات حول العالم متصلة ببعض. خامس حاجة السيرفر، الجهاز اللي بيقدم خدمات، جهاز كبير بيقدم خدمة للشبكة. ممكن يكون مواقع الإنترنت أو تخزين بيانات أو أي خدمة الشبكة محتاجاها. يعني مثلا لو عندك موقع على الإنترنت، السيرفر هو الجهاز اللي بيخزن الموقع ويخلي أي حد يقدر يفتحه. سادس حاجة بقى الكابلات، الأسلاك اللي بتوصل الأجهزة ببعض، دي اللي بتحرك البيانات من جهاز للتاني داخل الشبكة. مثلا تخيل الكابل ده زي الطريق اللي بتوصل عليه السيارات، بس هنا البيانات هي اللي بتمشي. نوع بقى الإرسال يونيكاست فول دوبلكس. يونيكاست من جهاز لجهاز واحد فقط، فول دوبلكس إرسال واستقبال في نفس الوقت. يعني ممكن الكمبيوتر يبعت رسالة لزميله وفي نفس الوقت يستقبل منه رسالة من غير ما يحصل أي تعارض. التوبولوجي بقى شكل التوصيل مكتوب على الصورة ستار توبولوجي، كل الأجهزة متوصلة في جهاز واحد سويتش، ده الشكل الأكثر شيوعا لأنه سهل التحكم والصيانة. تخيل كل الأجهزة في شبكة متصلة بمركز واحد، لو حصل مشكلة في الجهاز الباقيين مش هيتأثروا. نستفيد ايه بقى من الصورة دي؟ هنفهم ازاي الشبكات بتشتغل من جوه، من الأجهزة الصغيرة لحد الإنترنت. هتعرفوا دور كل جهاز، سيرفر وراوتر وسويتش، وكل حاجة ليها وظيفة محددة. هتفهموا طريقة توصيل الأجهزة، التوبولوجي وازاي ده بيأثر على الأداء والصيانة، وكمان أنواع الإرسال يونيكاست وفول دوبلكس، وده مهم عشان تعرفوا ازاي البيانات بتتحرك كله مع بعض، بيديكم صورة كبيرة للشبكة، وده أساس لفهم أي حاجة في سايبر سيكيورتي بعد كده. وكده نكون خلصنا، أتمنى تكونوا استفدتم كتير، وأشوفكم في فيديوهات جاية إن شاء الله. سلام.